ما كل مره اقعد ب3 ساعات علشان اعدل في المكتب. وكده تمام. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بقالنا فتره كبيره قوي انا عارف ان احنا ما بنعملش فيديوهات، وده لسبب ان انا الفتره الجايه داخل الجيش بقى والكلام ده كله، فيا ريت دعوه حلوه كده. ولو انت هنا جديد واول مره تشوفني فانزل اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو ده، عشان صدقني لايك بيدعم الفيديو ده وبيخليه يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا انا مش عايز اتكلم كتير كده، وخلونا نبدا على طول في الفيديو، ونبدا باول تطبيق موجود معانا النهارده، وهو تطبيق اسمه نو بلو تريك. لو في شخص بعت لك مسج على الواتساب او انستجرام او فيسبوك او حتى ماسنجر، وانت عايز تشوف المسج ديت وما تبينلوش ان انت شفت المسج ديت، هل في طريقه ان انا اشوف المسج بيها من غير ما ابين له ان انا شفت المسج بتاعته؟ فكره الابلكيشن هنا ان هو بيساعدك ان انت تشوف رسائل الواتساب والفيسبوك والانستجرام بدون ما الشخص الثاني يعرف ان انت شفتها. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ والله بكل بساطه بتدخل على الابلكيشن، بعد كده بتحدد الابلكيشن اللي انت عايز اول ما يجي لك مسج عليها تشوفها على التطبيق ده، يعني زي واتساب، انستجرام، فيسبوك، تليجرام، ايمو، كل الابلكيشن ديت تقدر ان انت تشوف الرسائل من على التطبيق، وفي نفس الوقت الشخص الثاني ما بيعرفش ان انت شفت رساله، وبكده تكون انت شفت المسج من غير ما الشخص الثاني يعرف ان انت شفت المسج بتاعته. تطبيق ممتاز يستحق اللايك. لما نتنقل بقى لتاني تطبيق موجود معانا النهارده، هو تطبيق اسمه في فلات. فكره الابلكيشن ده كالتالي: انا دلوقتي شخص كنت ايام ما كنت بروح الجامعه، ايام الحمد لله ما كنتش بحضر، فانا كنت بنزل يوم واحد في الاسبوع علشان اخد كل المحاضرات بتاعه الاسبوع. فالناس كانت بتلخص المحاضرات في نوت بكده او تقريبا كشكول كبير قوي، فكنت بضطر ان انا اصور كل الصفح دي. فالموضوع ما كانش بيبقى مجزي، وكانت الموضوع كان بيبقى صعب عليا، فكنت علشان اعمل اكسبورت من النص اللي موجود في الصور ديت كنت بستخدم الابلكيشن ده. الابلكيشن ده بكل بساطه لو انت شخص معاك كتاب، معاك اي ورقه وصورت الصوره ديت، فالابلكيشن هنا بيديك امكانيه انه يعمل لك اكستراكت او اكسبورت للنص ده من الصوره، وبيبقى شكله واضح جدا جدا، وتقدر ان انت تذاكر بقى منه براحتك. فالابلكيشن فكرته سهله جدا جدا، وهيساعدك ان انت تلخص صور كتير قوي، سواء انت كان عندك سكرين شوت او صور انت مصورها بالكاميرا بتاعت الموبايل، فالموضوع هيساعدك جدا جدا. كمان ميزه حلوه قوي عجبتني في الابلكيشن، الا وهي لو انت دلوقتي قدامك صفحه من الكتاب تقدر تصورها عادي. طب لو انا قدامي صفحتين وعايز اصور الصفحتين مع بعض، بكل بساطه في اوبشن في الابلكيشن ده بيساعدك ان انت تصور صفحتين في نفس الوقت عشان تختصر في الوقت، مش كل شويه تصور صفحه بصفحه، فده بيسهل عليك برده الموضوع جدا. اخر ميزه بقى عجبتني في الابلكيشن الا وهي انك تقدر تعمل PDF من الصور اللي انت صورتها دي كلها، ولكن للاسف الميزه ديت مدفوعه في الابلكيشن، فممكن تشوف اي ابلكيشن PDF تاني وتجمع فيه الصور وخلاص. ولكن فعلا الابلكيشن ده فكرته ممتازه جدا جدا، وهتساعدك ان انت تلخص محاضراتك وكل الكتب اللي انت بتقراها. طبعا انا حاسس ان انت مستمتع بالفيديو حتى الان لسه ما عملتش لايك. طب يعني ما تعمل لايك يا نجم، يعني والله الموضوع سهل جدا جدا بسيط، مش محتاج يعني لايك مجانا. تعالى بقى نختم باخر ابلكيشن موجود معانا النهارده، وهو تطبيق اسمه كاسترو. يا رب اكون قلت اسم الابلكيشن صح. فكره الابلكيشن ده بكل بساطه لو انت شخص رايح تشتري موبايل جديد، او لو انت معاك موبايل وتجهل المواصفات بتاعه الموبايل بتاعك، فمن خلال الابلكيشن ده يقدر يعرض لك كل المعلومات، السوفت وير والهاردوير عن الموبايل اللي موجود معاك. يعني والله بكل بساطه الموبايل بتاعي ده انا ما اعرفش هو فيه كام رام، او ما اعرفش الموبايل ده فيه مواصفات، او الكاميرات ما اعرفش الكاميرات بتاعته هي كام ميجا بكسل. فسهل جدا جدا بتحمل الابلكيشن ده على موبايلك، وبيعرض لك تفاصيل كتير قوي عن الموبايل بتاعك انت ما تعرفهاش، سواء معلومات من السوفت وير او الهاردوير. بيعرض لك الميموريز، وبيعرض لك البطاريه بتاعتك ونسبتها والكفاءه بتاعتها، وفعلا بيعرض معلومات حقيقيه عن الموبايل بتاعك. وبس كده يا سيدي، ودي كان كل حاجه عندي النهارده. اتمنى الفيديو النهارده البسيط الخفيف ده يكون عجبكم، فاكيد طبعا يا صاحبي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس، اهم حاجه علشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ان شاء الله نزله. احب اشكرك جدا جدا لو انت مكمل معايا الفيديو لحد اللحظه ديت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.